في قلب الجبل ما كانش فيه قانون غير النار، والكل كان بيترعش لما بيسمع اسمه. الخط ده ما كانش مجرد مطرود، ده كان النهاية اللي مشى على رجلين وسط الزرع. محمد منصور، الشاب اللي الدنيا جت عليه فقرر يجي هو على الدنيا، واللي بدأ بحكاية دم ما كانش ليها آخر، وعمل سرداب من الخوف ملوش قرار، خلى الصعيد كله ينام من المغرب. الخط ما كانش بيخطف، الخط كان بيصطاد، كان بيبعت رسايل بدم الضحايا. والدايرة بدأت تضيق عليه لما الحكومة قررت إن النهاية لازم تكون وسط الجبل اللي حماه سنين. في فجر يوم ما يتنسيش الرصاص غطى السما. الخط ما كانش بيسلم، الخط كان بيحارب لحد آخر نفس. ولما وقع على الأرض شرب الدم اللي كان لونه أحمر. دمه كان لونه أحمر فاقع وسط تراب الجبل الأسود. الخط مات بس سيرته لسه بتخوف العيال الصغيرة في النجوع. تفتكروا الجبل لسه شايل أسرار تانية؟ مستني ردودكم عليا في التعليقات. بيقولوا إن الكتاب ده مش انت اللي بتقراه، هو اللي بيقراك. ولو عينك وقعت على حرف واحد منه غلط، مش انت اللي هتقفل الكتاب، كياناته هي اللي هتقفل حياتك. شمس المعارف ما كانش مجرد حبر على ورق، ده كان بوابة. البني لما كتبه ما كانش بيكتب كلام عادي، ده كان بيحط دستور للتعامل مع كيانات ما وراء الطبيعة اللي ساكنة في الضلمة. الحكاية مش في الكلام، الحكاية في الرموز. كل دايرة وكل مربع في الكتاب ده عبارة عن سجن لكيان معين، وأي غلطة في النطق معناها إنك فتحت باب السجن ده على نفسك. ناس كتير جربوا يفتحوه بدافع الفضول، بس الفضول في عالم السراديب تمنه غالي. فيه اللي حكى إنه شاف خيالات كانت بتتحرك في سقف الأوضة، وفيه اللي اختفى ومحدش عارف له طريق. الكتاب ده اتحرق واتمنع يجي 100 مرة، بس هو لسه موجود، بيستنى الشخص الغلط في الوقت الغلط. النهاية مع شمس المعارف ما فيهاش رجوع، فيها بس اختفاء أبدي للنور. ولو لقيت نسخة من الكتاب ده قدامك، هتفتحه وتجرب حظك؟ فكر كويس، لأنهم خلاص عرفوا إنك بتسمعني دلوقتي. الراجل اللي في الصورة ده مش مجرد سفاح، ده اللي خلى مصر كلها تقف ضد الحكومة علشانه في الستينات. ده محمود أمين سليمان، النسخة الحقيقية والمرعبة لفيلم اللص والكلاب. تخيل إن سفاح الشعب كان بيسميه البطل، كان بيسرق الفلل بس بيسيب رسائل اعتذار. كان مجرم هارب، بس الصحافة كانت بتنشر أخباره في الصفحة الأولى قبل أخبار الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا. بس اللي كسر الوحش ده مش البوليس، دي مراته. مراته خانته مع أعز أصحابه وسلمته تسليم أهالي. محمود هرب من السجن مش عشان يسرق، لأ، عشان يغسل شرفه بالدم، ومصر كلها كانت بتدعيله يهرب. المطاردة دي قلبت مصر لدرجة إن الناس كانت بتراهن مين هيوصل له الأول، البوليس ولا الموت. لو قلبك جامد دوس لايك وكمل للنهاية. هم حصروه في مغارة ب300 عسكري وكلاب بوليسية، ولما دخلوا عليه لقوا ميت، بس المفاجأة كانت جنبه. لقوا في ايده اليمين مسدس وفي ايده الشمال مصحف. مجرم مات ساجد ولا منتحر يائس؟ الحكم ليك انت في الكومنتات، وما تنساش اشترك في سراديب. تخيل تصحى من نومك في يوم عشان تكتشف ان عيلتك مش هي عيلتك، لا بل مجرد كيانات جاية من أعمق أعماق الجحيم. أنا صحيت من النوم بعد ليلة طويلة كانت مليانة كوابيس على غير العادة، كوابيس مخيفة ومرعبة. أعتقد السبب كان فيلم الرعب اللي اتفرجت عليه بالليل قبل ما انام. كان فيلم غريب جدا، لقيته في كمبيوتر خالي القديم، حملته على الموبايل بتاعي وقلت هتفرج عليه في السهرة، وده بحكم اني بعشق حاجة اسمها افلام رعب. الفيلم كان بيتكلم عن عيلة عايشة في بيت واحد، عيلة كبيرة متكونة من اب وام و5 اولاد. في يوم الابن الصغير صحي من النوم عشان يكتشف ان اللي عايشين معاه دول مش اهله، دول كيانات مجهولة قتلت عيلته ولبسوا اجسامهم، وكان طول الفيلم بيحاول يهرب منهم عشان ينقذ نفسه، لحد ما في النهاية للأسف
انتصر الشر وقدروا يقتلوه هو كمان. دي بقى كانت قصة الفيلم اللي أنا شفته، واللي أكيد كان السبب في الكوابيس الكتيرة اللي حلمت بيها. المهم أنا نزلت على تحت، لقيت أختي الكبيرة واقفة في المطبخ، ولما سألتها على ماما قالت لي إنها خرجت راحت السوق ومفيش حد في البيت غيري أنا وهي. حطيت لها فطار وقعدت معايا تكلمني شوية، لكن الحقيقة أنا ما كنتش مركز في كلامها، كنت مشغول بالأكل والتلفزيون. فجأة لقيتها نادت عليا بصوت غليظ، صوت بعيد خالص عن صوت أختي الرقيق، ولقيتها بتقولي ركز معايا، انت فاهم؟ ركز معايا وانا بكلمك. بصيت بصدمة لقيتها بتكرر بغضب انت فاهم؟ انت فاهم؟ هزيت راسي برعب، ايوه فاهم. لقيتها رجعت تاني لطبيعتها وابتسمت، لا وكملت كلامها. كنت ببص لها بحذر وخوف، ولسه عقلي مشغول بفيلم امبارح. خلصت اكل واستأذنتها وطلعت اوضتي، وكل اللي انا بفكر فيه اكيد مستحيل، لا ده مجرد فيلم يعني مش هيبقى حقيقي. لكن تصرفات اختي كانت غريبة فعلا، نبرة صوتها، نظرتها، طريقتها وهي بتكلمني كانت مرعبة. حاولت اطرد الافكار دي لكنها كانت مسيطرة عليها بطريقة كبيرة. عدى ساعتين وسمعت صوت الباب بيتفتح، اكيد ماما دي اللي جت. نزلت بسرعة وانا سامع صوت ماما واختي بيتكلموا، ولما قربت من المطبخ شفت خيالاتهم ظاهرة على الحيطة. ما كانوش اهلي، كانت خيالات كائنات غريبة طويلة جدا ورفيعة، وكان على راسها عيون صغيرة، وضوافرهم كانت طويلة والصوابع كانت رفيعة جدا. اتجمدت في مكاني في الوقت ده. دول هم نفسهم اللي كانوا في الفيلم الرعب بتاع امبارح. ايوه انا فاكر شكلهم كويس، بس ازاي؟ انا اكيد نايم دلوقتي وده كابوس بشوفه. لكن وانا برجع لورا حسيت برعب لما اتخبطت في الترابيزة اللي كانت في الممر، والمزهرية اللي كانت عليها وقعت. سمعت خطواتهم جايين في اتجاهي، انا مرعوب ومش قادر اتحرك، قربوا مني خلاص. ايه ده؟ هما نفسهم اهلي، دي ماما ودي اختي وده اخويا، لكن خيالاتهم والظلال بتاعتهم كانت مختلفة، كانت مرعبة. بيقربوا مني وهم مبتسمين وبيتابعوا نظراتي ليهم. قرب مني اللي شبيه بماما وابتسم واتكلم بصوت بطيء ومرعب. انت خدت بالك؟ ايه ده؟ خدت بالك بسرعة قوي يا تميم، كنا ناويين ننبسط معاك شوية الأول، لكن الظاهر انك كشفتنا بسرعة. انتوا مين؟ وفين اهلي الحقيقيين؟ ردت عليا شبيهة اختي، احنا مش عارفين اسمنا الصراحة، لكن انتوا بتقولوا علينا اهل الظلال. احنا الطفيليات كده، لازم ندخل في الجسم عشان نتغذى ونعيش. بس انت عارفنا يا تميم، مش معقولة نسيتنا بالسرعة دي. انا اعرفكم منين؟ عارفكم ازاي انا؟ طيب. سمعت صوت ضحكة ساخرة، سمعتها من ورايا، فاتلفت لقيت شبيه اخويا. انت نسيت بجد ولا ايه؟ مش كنت بتتفرج علينا امبارح؟ رديت برعب، بس ده كان فيلم. ايوه كان فيلم، يعني تمثيل، ازاي انتوا حقيقيين؟ شبيه ماما ردت وقالت لا، ما كانش فيلم يا تميم، كان تصوير حقيقي، وكل اللي شفته كان حقيقي. انت اللي شغلت الفيلم، انت اللي استدعيتنا يا تميم، ودينا جينا اهو، مش باقي غيرك. وبصراحة كده ابني الصغير متحمس عشان ياخد جسمك. تعال يا تميم، تعال لماما يا حبيبي. انا جريت اتملكت نفسي وجريت رغم الرعب اللي كان مسيطر عليا. دخلت اوضتي وقفلت الباب، سمعهم هما بيضحكوا وبيقربوا على اوضتي، انفاسهم واصواتهم الكريهة حاسس بيها وسمعها. هما خلاص واقفين على الباب وبيحاولوا يفتحوه. تميم حبيبي، افتح لنا يا تميم، انتوا كمان سامعينهم صح؟ ارجوكم ساعدوني، انا ساكن في شارع الزهور العمارة التالتة رقم 13. ارجوكم اي حد شايف الفيديو ده دلوقتي وسامع صوتي يجي يساعدني، انا مش عارف اتصل بالشرطة، مش عارف غير ان اسجل لكم الفيديو ده وانزله على النت.
أرجوكم الحقوني. ولحد هنا خلصت قصتنا. يا رب تكون عجبتكم وتصبحوا على خير. تخيل ان اخطر سفاح في تاريخ مصر كان شاب شيك وجان، والستات كانت بتعجب بيه من اول نظرة، بس نهايته كانت صدمة. اللي بنتكلم عليه النهاردة هو سعد اسكندر او سفاح كرموز. كان بيستخدم وسامته وشياكته عشان يوقع الستات الاغنياء ويوعدهم بصفقات تجارية وياخدهم للمخزن المهجور، وهناك كانت بتحصل الكارثة. في سنين قليلة قوي قتل ستات ورجالة بدم بارد ودفنهم في المخزن. الشرطة في الوقت ده كانت هتتجنن، محدش شاكك لحظة في الشاب الجنتل ده. ولما اتقبض عليه وقف قدام القاضي وهو بيضحك وبيشرب سيجارته، وحتى وهو رايح للمشنقة قال لعشماوي بكل برود: خلص شغلك بسرعة. تفتكر ده كان بني آدم؟ ولو عايز قصص رعب تانية من قلب مصر اشترك في القناة حالا. ركز في الفيديو ده كويس. شايف الكائن الاسود الغريب اللي بيجري في البلكونة ده؟ ده مش خدعة سينمائية، دي لقطة حقيقية اتصورت في عمارة رشدي، اشهر بيت مسكون في اسكندرية. العمارة دي فضلت 50 سنة مقفولة ومحدش قدر يسكنها. الجيران بيحلفوا ان هم بيسمعوا صريخ بالليل، والحنفيات بتنزل دم بدل المية، ونار بتولع وبتطفي لوحدها في الشبابيك. اشهر قصة حصلت لما عريس وعروسة تحدوا اللعنة وقرروا ان هم يسكنوا فيها. تاني يوم الصبح الناس لقيتهم مرميين في الشارع بهدوم البيت، وعفشهم كله كان متكسر حواليهم، وهم بيصرخوا وبيقولوا ان هم شافوا ناس بتمشي على السقف. دلوقتي العمارة دي اتهدت واتبنت من جديد، بس تفتكر العفاريت سابوا المكان ولا لسه مستنيين السكان الجداد؟ لو جالك قلب تسكن فيها ببلاش اكتب لي في الكومنتات.